السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في قناتكم للأخبار الرياضة الحصرية فضلا وليس أمرا. فريق إشبيلية الإسباني يبحث عن مهاجم لتعويض يوسف النصيري ورافا مير كقناصين من المفترض أن يغادرا الفريق خلال هذا الموسم، فضلا عن كون النصيري سيغيب لأسابيع مع الفريق الوطني في كأس إفريقيا سيما إذا ذهب بعيدا في النهائيات. وتقول الأخبار الواردة من الفريق الأندلسي أنه بصدد البحث عن قناص جديد من سبورتينغ لشبونة هو السويدي فيكتور جيوكيريس. بل وقالت من جهة أخرى أحد الصحف البرتغالية الريكورد أن مسؤولي الانتدابات من نادي إشبيليا وبوروسيا دورتموند الألماني شوهدوا في مدرجات ملعب خوسيه الفالادي في لشبونة من أجل مشاهدة والتعرف على أداء فيكتور جيوكيريس المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عاما، والذي وصل الصيف الماضي سبورتينغ لشبونة وسجل له 6 أهداف من 7 مباريات وهدفين في مسابقة أوروبا ليج. إلا أن ما يعيق صفقة انتقال هذا اللاعب إلى أي فريق هو وجود لديه شرط جزائي يقدر ب100 مليون يورو، ولن يغادر سبورتينغ إلا بهذا المبلغ، وهو ما يعيق فريق إشبيلية لدفع هذا المبلغ. ولذلك سيكون على إشبيلية أن يلعب فقط بالمهاجم رافا مير خلال منافسات كأس إفريقيا، إلا إذا كان للفريق طبخة سرية لانتداب أحد المهاجمين. غياب لاعب بايرن ميونخ المغربي آدم أزنو عن قائمة المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم لكرة القدم لأقل من 17 سنة أثار جدلا كبيرا بين الجماهير المغربية، خاصة أن الظهير الأيسر اختار مؤخرا اللعب للمغرب على حساب إسبانيا. وشهدت قائمة المدرب سعيد شيبة أيضا غياب لاعب نادي إسبانيول برشلونة رشيد السايح. وتساءلت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب استبعاد هذا الثنائي من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم في إندونيسيا. وخرج أزنو بتدوينة عبر حسابه بإنستغرام لتوضيح سبب الاستبعاد الذي ربطته بعض الجهات بسوء السلوك، حيث قال: لن أشارك في مونديال أقل من 17 سنة مع المنتخب المغربي، لكن المدرب له خطط أخرى ولا يعتمد علي. وكذب كل الاتهامات الخاصة بمواضيع غير رياضية أو سلوكات سيئة، وأردف قائلا: كنت متحمسا لخوض المونديال، لكن لن تكون لي هذه الفرصة. أشعر بخيبة أمل من هذا القرار، لكني أحترمه. كل التوفيق لزملائي وديما مغرب. وسافر المنتخب المغربي تحت 17 سنة الاثنين إلى قطر من أجل خوض معسكر تدريبي في الدوحة قبل المشاركة في المونديال بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر المقبلين، علما أن القرعة وضعت أشبال الأطلس أصحاب الوصافة في كان الجزائر في مجموعة تضم منتخبات بنما والإكوادور وإندونيسيا البلد المنظم. أصدرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مذكرة لكل الجامعات الإفريقية بخصوص موعد إيداع اللوائح الخاصة بالمنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2024. وحددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تاريخ 13 دجنبر كآخر أجل لإيداع لوائح المنتخبات الوطنية. وجاء في المذكرة أن اللوائح يجب أن تتضمن أسماء 30 لاعبا، منهم 23 لاعبا أساسيا و7 لاعبين احتياطيين. كما يجب أن تتضمن اللوائح أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس 2024. وسيتعين على مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي تحديد لائحة الفريق الوطني وإرسالها للكاف في التاريخ المحدد. وأكدت مصادر مقربة من المنتخب المغربي أن وليد الركراكي سيعمل على تحديد الأسماء التي ستتواجد في العرس الإفريقي، والتي ستكون مزيجا بين اللاعبين المخضرمين والشباب الواعد. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.